احنا كأطباء سكر بنحب نقول لإيه مرضانا مع دخول فصل الشتاء؟ أول كلمة وأهم كلمة بنقولها حقيقي طول فصول السنة: اظبط سكرك، حافظ على سكرك منتظم أغلب الوقت. مفيش مانع إن أنت لو كان في تغيير في بروتوكول حياتك في مواعيد النوم أو في مواعيد الأكل، ارجع لدكتور السكر بتاعك واتكلم معاه وقول له نظام دلوقتي حياتك ماشي إزاي، عشان مراقبة السكر مهمة جدا جدا عشان ما نخشش في أي تذبذب في مستوى السكر، ارتفاع شديد أو انخفاض شديد، وده طبعا يأثر بصورة سلبية على الشرايين والأطراف بتاعتنا في متابعتنا مع السكري. الحاجة المهمة جدا بنصح حضراتكم بيها دايما، خلي معاك حتى بالذات في فصل الشتاء يكون في متابعة منزلية. يعني في ناس بتقول لي أنا بنزل الصيدلية بعد ما اتمشى وأنا راجع أقيس السكر. لا، في الشتاء معلش، حتى لو ما كانش عندك شرايط قبل كده أو جهاز، خلي عندك جهاز في البيت لمتابعة السكر عشان تبقى أنت دايما سابق السكر بتاعك، مش هو اللي يسبقك. ما يبقاش عندك مشكلة مش عارف أنا سكري عالي أنا سكري منخفض والدنيا برد ومش لاحق أنزل ومش لاحق أجيب شرايط. لا، نأمن نفسنا مع دخول فصل الشتاء زي ما احنا بنأمن نفسنا كده في الملابس ونبتدي نجهز الشتوي ونشيل الصيفي. برضو مع السكري عايزين يبقى عندنا شوية نصايح مستعدين بيها. اظبط سكرك، عينك على سكرك. لو في أي تغيير في طبيعة الأكل بتاعتك أو مواعيد الأكل، ارجع لدكتور السكر بتاعك عشان تحافظ على مستويات منضبطة في السكر. ضغط الدم، يا ريت برضو لو انت مريض ضغط، وطبعا ده في طول الأوقات، بس احنا بنقول برضو في الشتاء نبتدي نراجع أدوية الضغط ونشوف إذا كان ضغطي منتظم ضغطي ملخبط، لازم أرجع عشان أتابع قراءات الضغط بتاعتي. لو أنا مدخن يا ريت أبتدي أخف التدخين، وبالعكس أخد بقى الشتاء فرصة إن أنا أقلع عن التدخين. وبلاش المقولة الشهيرة التدخين بيدفيني، لا بنسمعها كتير، وطبعا دي مقولة غير علمية خالص، بس بنسمع بعض من حضراتكم للأسف بتتقال لنا التدخين بالعكس، التدخين بيسوء للأسف مشاكل الشرايين بالذات في الناس اللي بتتابع سكر، وبيخلي نسبة تصلب الشرايين أعلى. فلو سمحت ابتدي خف التدخين، إما كناش هنطلع من الشتاء بإن احنا أقلعنا عن التدخين. طب في حاجات تانية في حاجات تانية مهمة جدا على مستوى العناية بالقدمين بيقولها لك دكتور السكر، واحنا بنقولها هنا وبنأكد عليها. لازم يوميا بالليل لو سمحت افحص رجليك قبل ما تنام. خلي جنبيك جنب السرير كده دايما، انا حتى بقولها دايما في كل نصايحي في كل زيارة، مش في الشتاء بس بأكد، مراية صغيرة أبص على رجلي من تحت، أطمن إن ما عنديش خدوش، ما عنديش جروح. لو في جرح لازم طبعا في أول زيارة مع طبيب السكر أبتدي أوريله الجرح، هيوجهني هو إذا كان الجرح ده محتاج منه هو مجرد متابعة أو تدخل، ولا هيقول لي توجه إلى الفريق الطبي استشاري الأوعية الدموية. وزي ما قلنا إحنا فريق معالج لحضرتك، مفيش حد بيعالج حضرتك لوحده. استشاري الأوعية الدموية بنتابع معاه، استشاري القلب، استشاري العيون، استشاري الكلى. وبالتالي لازم حضرتك أول ما يحصل أي مشكلة حتى لو بسيطة في أولها بلغ دكتورك عشان يوجهك تروح فين. حاجة مهمة جدا جدا، يا ريت بلاش فكرة إن أنا في آخر اليوم في الشتاء أنا بردان أقوم حاطط رجليا في مية أنا مش عارف درجة الحرارة بتاعت المية دي إيه. ليه؟ لأن ببساطة إحساسي أنا مع السكري بيبقى أقل شوية من أقراني، وبالتالي حتى لو في برضو هنقول لكم بتقولوا لنا ايه، انا خليت بنوتي حطت ايديها في الميه بس الميه كانت كويسه. لا، ما ينفعش تحط رجليك في الميه حتى وان كانت درجه حرارتها دافيه او درجه حرارتها معتدله لفتره طويله. نغسل رجلينا عادي بميه فتره، وبعد كده ننشف رجلينا كويس جدا وننشف ما بين صوابعنا. معلومه مهمه جدا جدا، ما نسيبش اي بواقي رطبه عشان دي بتبقى وسط للفطريات، وسط للبكتيريا. ممكن تبقى الجروح في الفترة دي أسهل لو أنا ما عملتش تنشيف جيد أو حافظت عليها جافة. مفيش مانع أن أنا برضو بالتشاور مع طبيب يكون عندي بعض الكريمات المرطبة بحطها على رجلي في آخر اليوم، عشان لو عندي تشققات أو حاجة ما تتجرحش والتشققات ما تقلبش بجرح لا قدر الله. حاجة مهمة جدا، أنا خلاص طمنت على رجلي ونمت، صحيت الصبح طبعا لازم برضو بعمل نفس القصة ان انا بنظف وبغسل، وقبل ما البس الحذاء بتاعي ابتدي افحصه، اشوف مثلا هل هو فيه زي بقى طوبة صغيرة، حصوة، حد من الاولاد ساب لي مكعب صغير جوه الشوز. لا، بص على حذائك. ليه؟ لان برضو في الشتاء احساسنا بيقل كلنا بقى، مش حضراتكم بس، بتلاقي نفسك رجليك منملة طول الليل ولبست ونزلت. لا،
افحص حذائك قبل ما تنزل لو سمحت، واطمن ان الحذاء اللي انت لابسه مناسب ليك، مش ضيق قوي، لان برضو مع الشتاء كلنا الاحذيه الضيقه ممكن تكون مشاكلها اكتر من بقيه فصول السنه. معلومه مهمه جدا، والسيدات بالذات، بلاش بالليل عشان اتدفى اقوم حاطه قدمي قدام الدفايه، لا، ده غلطه وللاسف متكرره وبنشوفها كتير جدا. انا عشان اتدفى يا دكتوره رحت فاتحه الدفايه وحطيت رجلي وعلى الكنبه ونمت لحد الصبح. للاسف احيانا بتكون نتيجه ده ممكن يظهر عندي حروق من الدرجه الاولى، لان احنا ما حسيناش بحراره الدفايه، حتى وان كان ما فيش اي حرق في الشراب ولا اي حاجه، بس حصل نوع من انواع الاصابه للجلد، لان طبعا الجلد مش مركز في درجه الحراره، الاحساس ضعيف، وبالتالي كانت الحراره اعلى مما ينبغي وحصل حرق عندنا سطحي.